بيبدأ فيلمنا في فرنسا، وبنشوف في الوقت ده إن كان في أمير شاب بيحكمها، والأمير ده كان أناني وجشع لأنه كان بيفرض ضرايب على شعبه عشان يقيم حفلات مع نبلاء المملكة. وفي حفلة من الحفلات دي دخلت عليهم ست عجوزة واستقبلها الأمير وعرضت عليه وردة لونها أحمر في سبيل إنه يخليها تقعد معاه في القصر لحد ما العاصفة اللي موجودة بره تنتهي. ودي كانت ضحكة الأمير الساخرة على عرض الست العجوزة، ورفض طلبها لأن شكلها مش جميل وهو أمير مهووس بالجمال. فبيرمي الوردة على الأرض، ولكنه بيتصدم لما بيلاقيها بتتحول لساحرة غاية في الجمال، وساعتها بيترجاها إنه يستقبلها في قصره، ولكنها بتقوله إن الأوان فات. وكعقاب لقلبه الجشع حولته الوحش شكله مرعب، وبعدها ألقت لعنة على كل الخدم والنبلاء الموجودين في القصر، وقفلت عليهم القصر وعاشوا سنين جواه، ومسحت الأمير وخدمه من ذاكرة العالم كله. لكنها اديته فرصة أخيرة، وهي إنه لازم يحب بنت من قلبه قبل ما آخر بتلة من الوردة تقع، ولو حب بنت قبل كده اللعنة هتنكسر وهيرجع لشكله الطبيعي، لكن لو ده ما حصلش هتفضل اللعنة دي ملازمة للأبد. وبعدها بنشوف بنت جميلة جدا اسمها بيل، وبتكون بيل مختلفة تماما عن باقي الناس اللي في قريتها لأنها بتحب القراءة وكمان مش بتحب تختلط بيهم. وفي الوقت ده بيظهر شخص اسمه جاستون، واللي بيكون كل البنات اللي في القرية بيحبوه، ولكنه بيحب بيل وعايز يتجوزها، بس هي ما كانتش بتفكر في الجواز أصلا. ولما بيتكلم معاها بيسألها عن الكتاب اللي في ايديها، فبتتفاجئ بيل وبتسأله بشغف إذا كان قرأ الكتاب ده قبل كده، ولكنه صدمها بإنه ما بيحبش القراءة أصلا وإنها مضيعة للوقت بالنسبة له. وساعتها عرفت إنه شبه باقي سكان القرية، فبتروح بعدها بيل لوالدها وبتساعده في شغله. وبعدين بيبدأ يتكلم معاها عن أمها وعن قد إيه هي كانت عبقرية وسابقة عصرها، وإنها هتكون زيها في يوم من الأيام. فبتفرح بيل جدا بالمعلومة دي برغم إنها لسه ما تعرفش أمها ماتت إزاي. وبعدها بنشوف والد بيل وهو رايح للسوق، فبتطلب منه بيل إنه يجيب لها وردة. وبعد ما بيمشي بيجي جاستون وبيعرض عليها الجواز، ولكنها بترفضه وبتسيبه وبتمشي. Can you imagine me, the wife of that boorish, brainless? وبالليل بنشوف والد بيل وهو في الطريق وبيهاجمه قطيع من الذئاب، وبتتقلب العربية بتاعته وبياخد الحصان بتاعه وبيجري لحد ما بنشوفه وهو داخل قصر الأمير الوحش عشان يقعد فيه لحد تاني يوم أو لحد العاصفة ما تهدى. لكنه بيحس إن القصر ده فيه حاجة غريبة لحد ما بيلاقي السفرة عليها ملذ وطاب من الأكل، فبيقرر يقعد ياكل، لكنه بيتصدم لما بيلاقي فنجان الشاي جاي يتكلم معاه كأنه إنسان طبيعي. فبيجري وبيخرج بره القصر، ولكنه وهو ماشي بيقطف وردة عشان يديها لبنته لأنه وعدها إنه هيشتري لها واحدة. لكن الصدمة إننا بنلاقي الأمير الوحش وهو بيهجم عليه، فبيهرب الحصان وبيرجع القرية. فبتفهم بيل إن في مصيبة حصلت لأبوها، وبتاخد الحصان وبتروح بيه لنفس المكان اللي الحصان ساب فيه أبوها. ولما بتدخل القصر بيتفاجئ الخدم واللي بيكونوا تحولوا لشمعدان وساعة وأدوات تانية كتير، وبيكونوا مبسوطين إن أخيرا في بنت دخلت القصر لأنه ممكن الأمير يحبها وساعتها اللعنة هتتفك وهم هيرجعوا لطبيعتهم. بعدها بتوصل بيل لأبوها وبتحاول تحرره، لكنه بيقول لها إنها لازم تهرب بسرعة قبل ما الوحش يظهر. لكن في الوقت ده بتسمع بيل صوت وحش بيقول لها إن أبوها سرق وردة من القصر ولازم يتسجن. فبتقول له بسخرية إزاي تسجن واحد عشان سرق وردة، فبيقول لها إنه اتلعن من ساحرة لمجرد إنه مرضاش ياخد منها وردة. فبتتفاجئ بيل من هيئته في الأول، ولكنها بتتكلم بعد كده معاه عادي وبتطلب منه إنها تتسجن بدل أبوها، لكن أبوها بيرفض ده تماما. فبتطلب من الأمير الوحش إنها تودع والدها وبتدخل تحضنه، لكن الصدمة إنها بتبعده عن الزنزانة وبتقفل عليها الباب. فبيقول لها الوحش إنها كده حكمت على نفسها بالسجن المؤبد، وبياخد أبوها وبيطرده من القصر. وبعدها بساعات بيظهر الشمعدان وبيفتح الزنزانة، فبتتصدم بيل من فكرة ان في شمعدان ممكن يتحرك وممكن كمان يتكلم، فبتضربه بالكرسي. لكن في الوقت ده بتظهر الساعة وبتقول لها ان كل الادوات اللي في القصر ده بشر ولكنهم اتلعنوا من ساحرة. وبعدين بيفرجوها على القصر كله، ولكنهم بيحذروها من انها تروح الجناح الغربي لان الامير الوحش مانع اي حد يروح هناك، والسبب في كده لان الاوضه دي هي اللي فيها الورده اللي الساحره كانت عايزه تديها له. بعدها بياخدوها الاوضه كبيره، وبتتفاجئ بيل ان الدولاب بيتحرك وبيتكلم، فبتفهم ان كل الحاجات اللي في الاوضه مجرد بشر لكنهم اتلعنوا من الساحره. والناحيه التانيه بنشوف والد بيل وهو في القريه وبيقول للناس على اللي حصل، وساعتها الناس كلها ضحكت عليه واتهموه بالجنون ما عدا جاستون اللي قال له انه مصدقه وهيروح معاه كمان. وفي نفس الوقت بيكون الوحش وصل لسفرته وبيغضب جدا لما بيلاقي الخدم حضروا الاكل البيل، وبيقول لهم انها سجينه وما ينفعش تتعامل على انها ضيفه من النبلاء. فبيتفاجئ ان ابريق الشاي بيرد عليه وبيقول له انه ما ينفعش يحكم على الناس من مظاهرهم او من تصرفات ابائهم. فبيسمع الامير الكلام وبيروح يخبط على اوضه بيل واللي بتكون بتحاول تهرب من القصر، ولكنها بتتفاجئ انه بيطلب منها انها تتعشى معاه. فبتقول له انت مجنون، ازاي حابسني في القصر ده وعايزني اتعشى معاك؟ فبيتعصب الامير الوحش جدا وبيقول لها انا بامرك انك تتعشي معايا، لكن بترد عليه بيل وبتقول له I'd starve before I ever ate with you.
فبيتعصب الامير اكتر وبيشتم الادوات وبيخرج يروح للجناح الغربي وبيفضل قاعد قدام الورده وبيشوف ورقها وهو بيقع وبيفتكر كلام الساحره. والناحيه التانيه بنشوف ابريق الشاي بيقنع بيل انها تتعشى معاه وبيقول لها ان الامير طيب لكنه مش بيظهر ده قدام اي حد، وشكل كده بيل بتقتنع بكلامه. وبعدها بتروح للجناح الغربي وبتشوف الورده بتاعت الساحره، لكن بيظهر الامير الوحش وبيزعق لها، فبتجري بيل وبتقرر انها تسيب القصر بشكل نهائي. ولكن وهي في طريقها للخروج من محيط القصر بيظهر قطيع الذئاب وبيهاجمها، وفي اللحظه الاخيره بيظهر الامير الوحش وبينقذها وبتهرب الذئاب منه، ولكنه للاسف بينجرح وبيقع على الارض. فبتقرر بيل انها ترجعه للقصر وبدات تعالجه، لكن الامير بيزعق لها للمره الثالثه وبيقول لها انها السبب في كل اللي حصل ده لانها قررت تهرب. وفي الوقت ده بنشوف والد بيل مع جاستون والمساعد بتاعه وبيكونوا بيدوروا على طريق القصر، لكن والد بيل بيكون نسي الطريق وكأنه اتمسح من ذاكرته. فبيتعصب عليه جاستون وبيتهمه بانه كذب عليه لمجرد انه عايز يجوزه بنته، لكن بيضحك والد بيل وبيقول له انه عمره ما هيجوزه بيل ولا عمره فكر في حاجه زي كده اصلا. فبيضربوا جاستون وبيربطوا في شجره عشان الذئاب تاكله. وفي القصر بتسأل بيل الادوات وبتقول لهم ازاي هم لسه عايشين مع الامير الوحش برغم ان طريقته معاهم قاسيه جدا. فبيقول لها ابريق الشاي لانه في الحقيقه طيب، ولكنه كان متاثر جدا بوفاه والدته، وكمان ابوه الملك رباه على الغرور والجشع عشان كان فاكر ان دي الطريقه الصحيحه انه يربي ملك. وبعدها بفتره بنشوف بيل وهي بتحكي قصه للامير الوحش، ولكنها بتتصدم لما بتلاقيه عارفها وبيكمل معاها، وبتتفاجئ اكتر لما بيقول لها انه بيحب القراءه وبيوريها المكتبه بتاعته. وتاني يوم بيوريها كتاب سحري، والكتاب ده ممكن ينقلهم في اي مكان هم عايزينه لفتره قصيره، كل اللي عليها تعمله انها تتخيل مكان نفسها تشوفه وهتلاقي نفسها فيه. فبتروح بيل لباريس في بيت اهلها القديم وبتقول للوحش انها كانت عايزه تعرف امها ماتت ازاي، لكن ابوها كان رافض يقول لها. ولما بيلاقي الامير الوحش اقناع للدكتور مرمي على الارض فبيفهم ان والدتها كانت مصابه بالطاعون، ووقتها بتفهم بيل ان والدها هرب بيها وهي صغيره وساب امها تموت، وكل ده عشان ما تكونش سبب في موتهم كلهم. والناحية التانية بنشوف والد بيل وهو بيتم إنقاذه من قبل واحدة محدش يعرفها، وبعدها بيرجع القرية وبيحاول يضرب جاستون، ولكنه بيمسك إيده وبيقول عليه إنه مجنون وإنه خدعه وضحك عليه، وطبعا أهل القرية صدقوا جاستون. وفي الوقت ده بتكون بيل بدأت ترقص مع الأمير الوحش وشكلها كده بدأت تحبه، ولما بيخلصوا بتقوله إن والدها هو اللي علمها الرقص وإنها نفسها تشوفه. فبيوريها مراية سحرية، والمراية دي تقدر منها إنها تشوف أي شخص بتفكر فيه. ولما شافت والدها شافته وأهل القرية ماسكينه وشكلهم بيضربوه، فبيقول لها الامير الوحش انها لازم تروح تنقذه. وفعلا بتروح بيل لابوها وبتلاقيهم انهم واخدينه لمستشفى الامراض العقليه، ولما بتسالهم هم ليه عملوا كده معاه بيقول لها جاستون ان والدها بيقولوا انه شاف وحش. فبتوريهم بيل المرايه وبيكون فيها صوره الامير الوحش، فبيتصدم اهل القريه كلهم، لكن بياخد جاستون منها المرايه وبيقول لاهل القريه انهم لازم يقتلوا الوحش ده باي طريقه لانه تهديد وخطر عليهم. وبيروح اهل القريه بقياده جاستون لقصر الوحش عشان يقتلوه، لكن بيل بتحكي لوالدها عن اللي حصل معاها وبتقول له انها لازم تنقذ الامير، وفعلا بيقدروا يهربوا من العربيه عشان ينقذوه. وبنشوف الامير وهو قاعد زعلان عشان بيل سابته وكان حاسس انها مش هترجع تاني. لكن في اللحظه دي بيوصل سكان القريه وبيدخلوا القصر، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا ادوات القصر بتضربهم وبتمنعهم من انهم يوصلوا للامير، لكن بيكون جاستون وصل للامير وبيضرب عليه نار، فبيقع الامير لكنه بيفضل متماسك لحد اخر لحظه. وفي الوقت ده بتوصل بيل وبتحاول تمنع جاستون من انه يخلص عليه، وبتقدر انها توقعه، وبيفرح الامير جدا لما بيلاقي بيل رجعت له وبيتاكد انها بتحبه، فبيروح لها. لكن جاستون بيضرب عليه نار للمره التانيه، وبعد ما بيضربه الجسر اللي كان واقف عليه بيقع وبيموت. وبيكون الامير الوحش في الوقت ده واقع على الارض وبيل بتعيط وبتقول له انها بتحبه، لكن للاسف بيكون الوحش مات وبتقع اخر بتله من الورده اللي الساحره اديتها له، وكمان كل الادوات بتتجمد وبيفقدوا روحهم. لكن في الوقت ده بتظهر الساحره مره تانيه وبترجع الورده زي ما كانت، وبيرجع الامير لشكله الطبيعي، وبكده تكون اللعنه اتفكت عن القصر بالكامل. وبينتهي الفيلم ان الامير بيتجوز بيل وبيعيشوا مع بعض طول حياتهم في سعاده. وبنتعلم درس جميل جدا، وهو انك ما تحكمش على حد من مظهره الخارجي، وما تحكمش على حد وانت ما تعاملتش معاه لفتره طويله. اتمنى يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لان ده فعلا بيساعدني، وكمان ما تنسوش تتابعوا حسابي الشخصي على فيسبوك، هسيب اللينك بتاعه في الوصف. وبس كده، شكرا.